في المواقف الصعبة لازم الناس تاخد قرارات سريعة وصحيحة عشان يقدروا يخرجوا من الورطة اللي وقعوا فيها. بس مش دايما الموضوع بيكون سهل على الكل، عشان كده دلوقتي هنشوف مع بعض شوية فيديوهات عن سرعة البديهة الحقيقية اللي تخلي حتى الأبطال الخارقين يتفاجئوا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أنا حمادة حمدي من قناة ايموشن. ادعمني باشتراك وادعمني بلايك. الأب ده خد وضعية الأبطال الخارقين قبل ما ينزل على الجليد. بلاش تمسك موبايلك وانت بتعدي الشارع، لأن مش دايما هيكون في حد ينقذك. الحرامية دول وهم بيحاولوا يقتحموا محل المجوهرات لقوا الست العجوزة دي جاية عليهم جري ونزلت ضرب فيهم بشنطتها. بصراحة صاحب المحل لازم يشكرها على شجاعتها. البياعة دي لاحظت ان في مشكلة عند الام، عشان كده مدت ايديها عشان تمسك البيبي. يا خبر ابيض، انا نفسي ما توقعتهاش. الشارع اكيد بيبقى خطر في الايام اللي فيها سيول، وده اللي خلى سواق عادي يبقى بطل، لانه انقذ عيلة كاملة قبل ما المية تسحبهم. الجندي ده وهو ماشي بعربيته على الطريق لقى واحد عنده نوبة صرع في محطة الأتوبيس، فنزل من عربيته عشان يعمل له إنعاش رئوي. والحمد لله الراجل فاق قبل ما عربية الإسعاف توصل. عشان يضمن ان الغزال مش هيقع في حمام السباحة تاني، اضطر يشيله ويرجعه للغابة بنفسه. Nope. There he is. الفرحة ما كانتش سايعاهم أول ما لقوا ابنهم اللي بقالهم ساعات بيدوروا عليه في البحر ومفيش أي تواصل معاه. Oh my God, Dylan. الولعة مسكت في البيت والعيلة دي نايمة، لكن الجيران كانوا واخدين بالهم وشافوا الوضع عامل ازاي، وقدروا يصحوا الناس وخرجوهم في الوقت المناسب. الذكاء الاصطناعي ساعدنا في حاجات كتير في حياتنا، حتى في حمايتنا وحماية أطفالنا. راجل أغمى عليه وهو بياكل، وفي لحظتها اتجه عليه زوجين بسرعة عشان يقدموا له الإسعافات الأولية. والمفاجأة بقى انهم كانوا 2 من ضباط الشرطة اللي كانوا قاعدين في المطعم بالصدفة. اليوم كان هيعدي عادي جدا لولا ظهور الحرامية دول، اللي كانوا مخططين يسرقوا شوية حاجات ويهربوا بسرعة، لكن خطتهم فشلت بسبب عمال الرافعات دول.
الإنجازات العظيمة حاجة مهمة، لكن الرياضيين الطيبين عندهم أولويات تانية، وهي إنهم يساعدوا اللي محتاجين يوصلوا خط النهاية. الفهد كان بيحسب الراجل لوحده، ما يعرفش إن في جيش أبطال وراه. مدرب الكاراتيه كان عنده ردة فعل رهيبة. والبطل ده بدل ما يروح الانترفيو بتاعه قرر ينقذ الطفل رغم انه محتاج الشغل عشان الإيجار، لكنه اختار يضحي عشان حد تاني، وفي النهاية شجاعته خلته يتوظف مباشرة في شركة كبيرة. اتنين من السياح كانوا محتجزين في وحل مستنقع وهم بياخدوا شوية صور للطبيعة، لحد ما جه شخص طيب عرض عليهم المساعدة، ومش بإيده وبس، ده كمان بظهره، عشان يقدروا يطلعوا من الوحل اللي هم فيه. الطيار ده وهو طاير في السما شاف واحدة ست بتغرق في قلب القناة، فنزل على طول ونادى الناس الطيبين اللي قدروا يساعدوها. اندلع حريق في البيت وصاحبه مش موجود، لكن الجار طلع سريع البديهة وجاب طفاية الحريق من بيته عشان يطفي الحريق، وبفضل تصرفه السريع البيت ما حصلوش أي ضرر. الأوقات الصعبة بتبقى أفضل اختبار لرحمة المجتمع، زي ما احنا شايفين كده 20 شخص غريب بيتعاونوا مع بعض عشان ينقذوا شخص محبوس جوه العربية وما فيهمش أي مخاطر ممكن يتعرضوا ليها. طالب كان هيتخنق وقت الغدا والكل كان فاكره بيهزر، لكن صاحبه فكر صح وقدر ينقذه، وبفضل الله بقى في أمان تماما. في زوجين قفلوا عربيتهم بالغلط على بنتهم الصغيرة، ومش هتصدق ان اللي ساعدهم كانوا 5 مساجين مع المشرف بتاعهم. Yes, thank God. Woo! Thank you so much. Nice job. الراجل ده وهو راكب الموتوسيكل بتاعه لاحظ عيلة في حالة قلق عشان بنتهم عندها أعراض غريبة، فبسرعة نظم المرور وخد البنت على الموتوسيكل لأقرب مستشفى. unaffordable healthcare to free families from. خلال خطاب للرئيس السابق أوباما، واحدة حامل كانت مرهقة جدا لدرجة إنها قربت تفقد الوعي، رغم إن كان ظهره كان ليها، لكنه لاحظ وساعدها في الوقت المناسب، وخدوها تستريح وكمل خطابه عادي. قوة الملاحظة والهدوء وسرعة التصرف من الراجل ده حاجة تستحق الاحترام بصراحة.
عشان يتسلق الجليد بأمان لازم ياخد معاه معدات كتير. He's climbing, he's falling. لكن الصديق الوفي هو اللي بيفرق. في شارع مليان مية، واحد اتطوع عشان يتبل هو ويحط طوب عشان الناس تمشي عليه من غير ما يتوسخوا. فرق الطوارئ التركية نجحت في إنقاذ طفلة صغيرة من تحت أنقاض مبنى منهار بسبب الزلزال. طيب إيه اللي خلى الناس دول يعملوا سلسلة بشرية في المياه الجارفة دي؟ ببساطة لأنهم كانوا في مهمة إنقاذ لواحدة محبوسة في عربيتها، وفعلا نجحوا. أكتر من 2000 إزازة اتكسرت وملت الشارع بسبب سواق مهمل، لكن أهل المنطقة كلهم اتجمعوا عشان ينظفوا من غير أي شكوى. لو كملت الفيديو لحد هنا يبقى الفيديو عجبك. انزل اكتب لي في التعليقات ايه اكتر جزء عجبك في الفيديو. ما تنساش الاشتراك في القناة، وكمان ما تنساش اللايك، واوعى تنسى اهم حاجة انك تدعي لاخواتنا في فلسطين. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي الا بالخير. سلام.